يا مساء الخير على كل حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى اليوم متلج يا جماعه. بصوا محشي، يعني محشي من الاخر بقى. الجو برضو عماله تشتي عندنا احنا كده، النهارده رابع يوم برضو الدنيا بتمطر عندنا جامد. والدنيا بقى ايه، بصي تكتكه بقى وبرد، فطبعا لازم المحشي. فعملنا بقى المحشي العظيم طبعا بتاعنا. كل سنه وانتم طيبين كده، يا رب يديمها علينا نعمه يا رب. طبعا ارحب بكل اللي معايا مشتركين معايا جديد، منوريني دايما كده يا رب على طول. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا بقى هي مش عايزه اي بقى افتكاسات، ولا عايزه اي بقى ايه معلومات اللي انا اديها لك عن المحشي، لان كلنا طبعا بنعمل المحشي ده وعارفين احنا بنعمله ازاي. تمام. بس انا كنت عايزه اقول لك بس على حاجه بالنسبه للبنات اللي هم الصغيرين. لما تيجي تقطعي الورق الكرنب، إيه، ما تقطعيهوش يعني ايه قطع كده صغيره بعدين تسلقيه، لان انا بشوف بنات بيعملوا كده. لا بصي، خلي الورقه بورقتها وايه، وقبل ما تسلقيه لازم تغسليه ضروري، يعني تغسليه تحت الحنفيه كده. بيبقى فيه مثلا حاجه مستخبيه فيه، ترابيه فيه، مش عارف ايه كده يعني. تمام. هتحطي بقى شويه كمون وشويه ملح في قلب الميه اللي بتغلي، وتنزلي بقى بالورق كده وانت بتسلقيه. تمام. زي ما انا عملت كده، الورق ما تحطيلوش في يعني اقل من دقيقه بالظبط. وهتقطعيه بقى طبعا، هتطلعيه وهتقطعيه بقى على حاجه معاكي على ايدك، يعني انا عملته لك كده وكده برضه يعني على البلانشه، وتشوفيه يعني شوفي قطعته ازاي، وعلى ايدي برضه عشان تعرفي تعمليه ازاي. تمام. لو عندك العروق دي طريه وحلوه مسكره كده، قطعيها خرز صغنونه وحطيها ايه في ارضيه في ارضيه الحل. هتديكي طعم حلو قوي. بالنسبه ايه لو حد بيحب العروق دي وبياكلها يعني. بالنسبه بقى طبعا الورق الاخضر ده، انا من عشاق الورق الاخضر ده، انا بحبه جدا. هنا بقى كان معايا الخضره كنت غسلتها. انا بغسلها الاول وبعدين بقطعها عشان الفايده بتاعتها برضو ما تروحش. وهنا بقى كان عندي رز لازم اغسله كويس. في ناس ما بتغسلش الرز يا جماعه، بتقول لك لا الرز ده يعني ما بيتغسلش. لا، اي رز، معلش بقى مع احترامي لسيادتك، اي رز لازم يتغسل. مصري بقى مش مصري، هو اللي هو الرز لازم يتغسل. تمام. هنا بقى كنت غسلته كويس قوي. انا بقى معلش انا ايه عديت المقطع بتاع الصلصه، لان برضه انا كنت عملته قبل كده. بقى بنزل بشويه زيت، عندي اي زيت انت عايزاه يعني، بس يكون طعمه حلو وريحته حلوه برضه. عندك ليا، حطي ليا، جربي موضوع الليا ده في المحشي برضه. تمام. هصفر بقى اللي هو هنزل، هخلي اللي هي ايه تصفر شويه معايا لحد ما تنزل اللي فيها كله. وهنزل عليها ببصلتين كبار مبشورين. وهنزل عليها بايه، بعصير الطماطم. أنا زي ما انا قلت لك برضو، انا بسلق الطماطم لوحدها على شويه فلفل اسود وشويه ملح، وبخليها تتسبك مع نفسها كده. بنزل على على البصلايه بعد ما تتصفر، بنزل عليها بعصير الطماطم. تمام. تاخد بقى مع بعضها تتسبك، ما بتاخدش ايه دقايق يعني. حط التوابل بقى بتاعتها بقى، اللي احنا بتاعتنا اللي احنا عارفينها، كزبره ناشفه، شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه بابريكا، بهارات مشكله. تمام كده. هنا بقى كنت لفيت المحشي طبعا. وبس ايه بقى المحشي بالشوربه بتاعتنا الجميله. عندك بقى شوربه لحمه، شوربه فراخ، اي شوربه عندك هتسقيه. تمام. حط بقى اي حاجه بقى كده عشان ايه، نخلي المحشي كل الميه الشوربه ما تطلعش بره. هنا بقى كان المحشي كان استوى معايا، وبالهنا والشفا. ولو وصلت لحد هنا وانت مش مشتركه، اشتركي معايا يا ست الكل. ولو ما حطيتيش لايك، حطي لايك يا جميله. تعالوا بقى اتغدوا معانا. وطبعا البيوت كلها اكيد في الوقت ده عاملين محشي طبعا، لان ده الشتاء يعني محشي، يعني شوربه عدس، يعني يعني الخضار اللي بيدفي كله. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد، واقول لكم باي باي. المقطع ده يا جماعه اتعاد مني تاني، معلش كان اتمسح فانا عدته تاني، معلش. هنا بقى كان المحشي كان استوى معايا، كنت نزلته بقى على طبق. وبالهنا والشفا، واشوفكم على خير في فيديو جديد، واقول لكم يلا المره دي بقى باي باي.